اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل الكشري المصري. معانا حمص ومعانا العدس، نقعتهم قبل الاكل بساعه علشان يكونوا سهلين معايا في السلق ويستووا بسرعه. ومعانا هنا الميه حطيتها في الحله تتغلي. ومعايا نوعين من المكرونه، النوع اللي انتوا تحبوه وتفضلوه ممكن تستخدموه عادي جدا. انا استخدمت المكرونه الاسباجيتي والمكرونه العقل الصغيره عشان لو عندك اطفال يبقى سهل عليهم في الاكل. وهنا نزلت بالمكرونه العقل الصغيره. وبعد كده هبدا اكسر المكرونه الاسباجيتي، انزل بيها. انا حبيت ان انا اقطعها على 3 عشان تكون سهله في الاكل. ما تنسوش لو اول مره تشتركوا، تدخلوا تشوفوا قناتي. متنسوش تعملوا لي اشتراك للقناه ودوسوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واعملوا لي لايك. وهنا المكرونه كانت قربت تستوي، لازم اقلبها كده. وهنا حطيت العدس، غسلته وحطيته على النار هو والحمص. واحط كمون على الحمص واحط كمون على العدس واقلبهم كويس وهسيبها تغلي براحتها. وهنا كانت المكرونه استوت، وهنا بغسلها بالميه. الافضل ان انتي تستخدمي معلقه وانتي بتقلبي المكرونه عشان بتكون سخنه جدا. وبعد ما تشيليها من الميه هتحطي عليها معلقتين زيت وتحطي عليها رشه ملح، هتبقى على الاكل على طول. وهنا حطيت زيت ومكعب زبده، وهنزل بالشعريه على حسب الرغبه. الشعريه عايزينها كتير عايزينها قليله، بس عشان تدي طعم حلو للرز. انا هنا استخدمت نص كيس من الشعريه. وهنا الحمص والعدس كانوا بيغلوا، كانوا خلاص قربوا يستووا. وهنا الشعريه هسيبها شويه تاني لحد ما تاخد اللون اللي انا عايزاه. وهنا كانت اخدت اللون دوت، ونزلت عليها بالرز على حسب الكميه اللي انت عايزاها. وهقلبهم كويس مع بعض الرز والشعريه. وبعد كده هنزل بالملح، هنزل بمعلقه ملح. اللي عايز يزود عادي، اللي عايز قليل برضو عادي جدا، كل واحد حسب استخدامه. والافضل ان انتي تكوني مسخنه ميه للرز. لو عندك كاتل تمام، ما عندكيش ممكن نستخدم اي حاجه نسخن فيها ميه وننزل عليها على الرز بيها. بس انا للاسف الميه كانت قليله فزودت شويه تاني. واقلبه كويس جدا علشان الملح، وهغطيها لحد ما يستوي معايا. وهنا هعمل الدقه. سخنت شويه زيت في حله على النار. انا عايزه الثوم بس ياخد تتبيله بسيطه كده في الزيت، مش هيحمر ولا ياخد لون ولا حاجه. وبعد كده هنزل عليه على الثوم بعد ما يسخن كويس جدا. هنزل عليه بنص كوبايه من الخل. الخل لما بيكون زياده شويه بيديله تيست عالي جدا وبيخلي طعمه حلو. بس كده انا عايزاها يكون الثوم يكون كده كويس جدا عليه. وبعد كده هنزل بالخل واقلبهم كويس جدا مع بعض. وهحط عليه نص معلقه صغيره ثوم، نص معلقه قصدي اسفه نص معلقه صغيره كمون. وهحط كوبايتين ونص من الميه. لو حد عايز يزود ميه تاني عادي على حسب الكميه اللي انت عايزاها، بس انا الكميه اللي كنت محتاجاها عملت كوبايتين ونص. وهنا هعمل الصلصه، نزلت بالزيت وهحط برضو نص معلقه ثوم وهقلبها لحد ما تاخد لون معايا ذهبي شويه. تفضلي تقلبي فيها كده تسخن الزيت، لما يسخن هيتسرع معاكي شويه في التحمير. وبعد كده هنزل بمعلقتين
من الخل. وبعد كده انا كنت عصرة الطماطم مجهزاها ومصفياها على الحلة على طول. تروحي تنزلي بالطماطم بتاعتك وتقلبي، وتحطي نص معلقة صغيرة من الكمون والكزبرة، وتحطي الملح طبعا حسب برضو الرغبة، حسب ما انت عايزة زيادة عايزة قليل زي ما انت عايزة. تمام. هنا كانت الدقة بتاعتي غليت خلاص كده بقت جاهزة. هطفي عليها النار واحطها على جنب براحتها بقى تهدى. وبعد كده هنا الصلصة خلاص كانت قربت تستوي. وهنا قطعت البصل شرايح جدا رفيعة جدا، وحضرت معايا كوباية من الدقيق ونص معلقة من الكمون ورشة ملح ومعلقة كبيرة نشا. احطهم واقلبهم كويس جدا مع بعض، وانزل عليهم بكمية البصل. هتقلبي لحد ما الدقيق والنشا يغطوا البصل كله. تنزلي بالكمية كلها وتقلبي كويس جدا لحد ما الدقيق والنشا يغطي لك الكمية بتاعتك كلها. قلبي كويس. وبعد كده هحتاج مصفى تكون واسعة شوية عشان تنخل معايا او تصفي معايا الدقيق كويس. لازم تنفضيه كده علشان تحطيه في الزيت ما يحرقش معاكي الزيت خالص، ويفضل معاكي للاخر كويس. انزل بشوية من البصل وما يكونوش كتير علشان تعرفي ياخد كله نفس اللون. وهنا دي كان اول حاجة انا طلعتهم. وهنا حضرت الطبق. تحطي طبعا اول حاجة المكرونة وبعد كده الرز والعدس والحمص والبصل، وتحطي الصلصة. وهنا انا بحب اقدم الكشري كده وجنبيه الدقة لوحدها. شكرا.